طفله صغيره رحمه الله عليها توفات على كل حال، الله أكبر. واسمها اكرام، نعم، من العاصمه، الله يرحمها. هذه عندها حوالي 3 سنين كي كان فيروس كورونا، يعني كانت صعيبه، كان يعني بعد الزوال، ثانيه بعد الزوال تغلق العاصمه. يعني كنت نروح لها صباحا ونولي بالسياره تاعي، يسكنوا في بويط قصديريه يعني فقر مدقع. يعني الوالده تاعها قالت لي بنتي عندها سرطان في العمود الفقري في النخاع الشوكي في المرحله الاخيره، حتى توفى. عام ونص ما مشاتش، كان في عمرها 16 سنه، الان كون راهي عايشه في عمرها 20 سنه، الله يرحمها. بعدين دخلت لهذاك المنزل، لقيت خوها ضيفوني كذا، بديت نقرا، بديت نرقي لها، سالتها المنامات كذا، الاعراض ما تقدرش تهدر، يعني ضعيفه في المرحله الرابعه تاع السرطان رحمه الله عليها. بديت نقرا نرقي، صعدت فيها حيه سوداء. حنا في علم الرقيه اللي الرقاة الشرعيين متمكنين يعرفوا الحيه، حيه سوداء خادمه سحر، بدات تهضر بالعبريه. بعدين قريت ايه النطق وكذا، تكلمت بالعربيه بلسان عربي عادي. قالت لي انا يعني شيطانه ماسونيه، وعملت لي الماسونيه. قالت لي انا راني هنا باش نقتل هذه البنت بسرطان سحر التمريض، والله شاهد على ما اقول. الله أكبر. قالت لي وانا يعني بعدين لما بديت نقرا تحل عقد السلاسل اغلى الاقفال تبطل العهود كذا، قالت لي انا ما نقدرش نخرج لانه ابني راهو مربوط في هذه الام تاعها. ومن بعد الام بدات تضحك، قالت لي بنتي راهي تمثل. قلت لها الاخ تاعها، قال لي المطلوب، ما هو المطلوب؟ قلت له هذه الاخت اللي يعني طلبت من المرشده باش نجي لكم للمنزل بما انه سرطان انا نتنقل. قلت لها الاخت قعدي واسمعي الرقيه، تجلسي. قالت لي ما عندي ولا شيء وانا كذا ما عندي. قلت لها